بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كفتة اقتصادية بالبرول. أنا عملتها قبل كده بس دي حاجة جديدة يعني. أنا قبل كده شويتها، المرة دي هعملها في الطاسة إن شاء الله. معايا نص كوباية برغل، طبعا هنحط عليها مية واسيبها ربع ساعة، بس هنسيبها كده ربع ساعة. بعد كده رجعنا تاني وصفيها، طبعا صفيناها خالص من المية. ومعايا قرنين فلفل أحمر، طبعا بين الحتت البيضة اللي فيه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكده نقطع الفلفل، وده قرن فلفل برضو كنت فاكراه حامي، طلع مش حامي ولا حاجة، أخضر. وبصلتين. اذكروا الله بقى، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس وهنضرب الفلفل مع البصل، ونضربه طبعا وننعمه، وهنصفيه طبعا عشان خاطر الكفتة ما تفكش معاكي. لازم تصفي لان انتوا عارفين ان الفلفل بينزل مية مع البصل. بس اهي الصفة كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد يا جماعة. ربنا يفرج الهم ويفك الكرب. وعلى فكرة أنا بعزي اليوتيوبر أحمد وأمل، بعزيه في والدته. ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته يا رب، هي وموتى المسلمين، ويصبر قلوبهم. ست كانت طيبة، بسمع عليها إن هي ست كانت طيبة. ربنا يرحمها يا رب ويرحم كل أموات المسلمين. فأنا بعزيك يا أحمد، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها يا ابني. بس وهنصفيه كده وهنحطه على البرغل، وهنضربه كله في قلب بعض كده طبعا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وهحط لا دي بقى اللون الأحمر الجميل، معلقة بابريكا كبيرة وفلفل أسود وسبع بهارات وملح. بس أنا مش هحط بهارات تانية على اللحمة غير كده، لأن هحط معاكم إن شاء الله تشوفوا معايا. هحط اللي هي بهارات الفراخ. عقبال ما نجيب فراخ هنحط بهارات الكفتة معلش. بس وهسيبها كده ايه 10 دقايق كمان. وبعد كده معايا ايه، والله انا يعني اللحمه اللي معايا دي 300 جرام بس، ما تجيش نص كيلو، لان هي كانت نص كيلو كنت واخده منها. قولوا 300 جرام لحمه، وحبه دهن يعني مبشورين، او لو عندك ليا تبقى تحفه. بس ده دهن عشان ما كانش. لا اله الا الله، معلش لو في اصوات بره. حطيت معلقه بيكنج باودر، وحطيت معلقه ونص كفتة البتاع ايه، بهارات الكفتة اللي هي في الأكياس اللي هي جاهزة، بتدي ريحة جميلة جدا وتدي طعم برضو. فكده أنا ما حطيتش حاجة تاني يعني، عشان طبعا هي برضو ايه فيها نسبة ملح. بس وتدعكي الكفتة مع البصل مع البرغل، تدعكيها دعكة جامدة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب التصوير يكون كويس بس. لحد ما الأنسجة بتاعتها تبقى عاملة زي الخيوط معاكوا اهي. وهنا أعمل الرز الأصفر. طبعا الرز البسمتي بسم الله ما شاء الله الكيلو وصل تقريبا 70 جنيه. فاحنا هنعمل رز مصري كان زي الفل بسم الله ما شاء الله. بس معايا حبة زيت ومكعبين زبدة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. عمالين زيطة برا. دي معلقة سكر يا جماعة، هتتكرمل كده مع عشان يبقى زي الرز المبهر بالظبط. تتكرمل كده مع السمنة والزيت. وبعد كده هنحط معلقة كركم، وهنحط الليمون الناشف ده والقرفة وعدن القرفة. بس هو كله يتعامل مع بعضيه وتحط عليه رز. أنا عملت رز قبل كده معاه أكتر من مرة، بس قلت يلا البنات الصغيرين اللي ما بتعرفش تعمل. أنا مرات ابني قاعدة برا اللي عاملة زيتها هي وآية بنتي، بقول لها يلا عشان عايزة أعمل رز أصفر، بتقول لي يعني إيه رز أصفر؟ يعني كانوا بياكلوه برا، بس بيتعمل إزاي؟ فأنا بقى قلت والله العظيم نصوره، عشان خاطر فعلا في بنات ما بتعرفش الرز الأصفر. بس سيبنا الرز يستوي وكده. هنعمل ايه؟ هنصبع الكفتة معاكم. ده المية البصل والفلفل اللي طلعت هنحط فيها حبة ملح وحبة فلفل أسود صغيرين وحبة زيت ومعلقة زيت، وهتصبعها على المسن. عندك معلقة، عندك اللي انت عندك، بس المسن عشان يعملها تجويف كده وما تبقاش مكتومة. وحطيت على فكرة، اللهم صل على النبي، معلقة بيكنج باودر، طبعا بتنفخ الكفتة وما بتخليهاش مكتومة معاكي. والله العظيم كانت جميلة جدا، وهتشوفوا معانا يعني كده للآخر. أحسن ناس وأحسن إخوات وأحسن متابعين، وبشكر كلكم على راسي من فوق. الناس اللي بتتابعني من برا مصر واللي جوا مصر، شكرا ليك إخواتي يا حبايب قلبي كلكم. واللي ما حطش اللايك لحد هنا يحط اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وبالله عليكم تشوفوا الفيديو وتشوفوا لي إعلانات، عشان ربنا يكرمنا كده ويدينا تعبنا ربنا. كده الرز استوى ما شاء الله، خلص. بقول لكم الرز استوى كده. معايا برضو، انا ما حطيتش زيت يا جماعه، حطيت معلقه سمنه وحطيت حته مكعب زبده برضو، عشان هنسوي فيه الكفته ان شاء الله. بوريكم، بصوا طلع الكميه دي بسم الله ما شاء الله. بصوا بوريكم الطبيعيه ما شاء الله بجد، يعني رمت كتير، فدي اقتصاديه يعني بجد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتحطي الكفته بتاعتك كده بعد ما السمنه او الزيت او الماده الدهنيه اللي معاكي تسخن معاكي كويس، عشان الكفتة ما تجيبش ميتها. هي ما جابتش ميتها معايا خالص، بس كده واضحة وتتحمر معاكي. هي ما كملش ما شاء الله يعني. هاي انا عمالة كده. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا جماعة. بس وهتقلب الكفتة معاكي كده لما تاخد لون. خلص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بص انا بعملها على كل جنب عشان خاطر تاخد اللون كله معايا. بس كده خلاص هنطلعها بعد ما احمرت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله.
عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي بقية الكفتة طبعًا، أنا بس باحطها قدامكم أهو، وباقول لكم يعني شوف ما شاء الله رميت كمية جامدة. ودي بقى الصوصات، معايا باربيكيو، معايا اللهم صل على النبي، معايا كاتشب، معايا إيه تاني، معايا دبس رمان، 3 صوصات كانوا عندي. قُلت بقى أنا هاعمل إيه، أنا هاعمل الصوص ده وهاحطها فيه، مكان التحمير طبعًا، في نفس الجريلا مكان التحمير. ومعايا اللي هو بقية البصل والفلفل بس. وطبعًا ما حطيتلوش أي حاجة خالص، هو بس الصوصات كده، حطيت فيه، رجعت الكفتة تاني فيه، شربت الصوص ده، وكان ما شاء الله كانت جميلة. وجربوا، مش كل مرة شوي، أنا شويت قبل كده على الفحم وشويت قبل كده في الفرن، فلازم تجددي يا حبيبتي في مطبخك، ولازم كل يوم يعني كل مرة تعملي حاجة شكل وحاجة جديدة لبيتك ولأولادك وكده. وكده خلصت الكفتة، وما شاء الله كده مفحمة. كنت حاطة حتة فحمية كده عشان يديها ريحة يبقى كده فاخر من الآخر. وشجعوا طنط أم أحمد أحسن إخوات وأحسن ناس، ودي كفتة اقتصادية، وعشان الظروف اللي الناس بتمر بيها واللي احنا بنمر بيها، فلازم نعمل حاجة اقتصادية. وده الأكل خلص وهنتغدى وبوريكم ما شاء الله. بص الرز طبعا هتحوش الحاجات بتاعته دي وهترميها، وانا حطيته كده في الطبق عشان يبقى ملموم يعني، مش اكتر ولا اقل يعني. انا عبيته كده في الطبق عشان لما احطه في الطبق التاني بتاع التقديم يبقى شكله جميل. طبعا العين بتاكل قبل البق ما ياكل، لازم تحط الحاجة بشياكة يعني. يا رب لو كان صوت البنات واللي قاعدين بره دول طالع، معلش انا اسفة ليكم والله. انا مسجلة الفيديو يوم الجمعة، وانتوا عارفين يوم الجمعة ده ما شاء الله عليه، ربنا يخلي لكم كل اولادكم يا رب. بصوا بوريكم شكل الكفتة عامل ازاي. طبعا هي غامقة كده من الصوصات، مش احسن تقولوا ام احمد حرقت الكفتة، لا، ده من الصوص اللي انا حطيتها عليه، كان طعمه جميل جدا. سلام حبايبي، بالهنا والشفا لكل اكل.